السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى بخير. فيديو النهاردة هنلعب لعبة ماينكرافت. بس قبل ما ابدأ الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وملحوظة قبل ما نبدأ، انا اسف على التأخير 11 يوم ما بصورش بسبب ان المايك كان بايظ، ما كانش بيطلع صوت في الفيديوهات. بس الحمد لله حليتها. وبرضو خلال 11 يوم دول انا عملت حاجات برضو في ماينكرافت كلنا هنشوفها. عشان الفيديو ده انا هبني بيت اللي المفروض هعيش فيه، مش الكهف اللي انا كنت عايش فيه في اول فيديو نزلته. فهنخش السيرفر ونسمي الله. طبعا اللي هيسألني انا عملت ايه خلال فترة غيابي. اول حاجة المنطقة دي كلها نزلت كهف. الله يخرب بيت ابوك. جبتلي في كمية فحم رهيبة عشان اعمل بس الشموع دي. وتاني حاجة عملتها، قعدت اجمع في ديرت عشان اقدر ابني الحتة الصغيرة دي. وفي نفس الوقت برضو بنيت يعني النار دي بحيث ان الوحوش برضو متجيش. وكرافتنج تيبل وادوات البيت كلها جوه. هي دي كل اللي انا جمعته. كل ده انا جمعته خلال فترة، بس ان انا يعني خلال الفترة اللي كنت غايب فيها. الله يخرب بيت ابوك. حرفيا انا قعدت 11 يوم 24 ساعة بس في اللعبة عمال اجمع ادوات عشان بس اقدر ابني البيت كويس. فان شاء الله تعبي ده مش هيضيع والبيت هيكون اسطوري. فخلينا نطلع كده ونشوف البيت هنبنيه في انهي حتة بالظبط. ودي كده جزيرة ما بعرفش هعمل فيها ايه. فيعني قولولي لو انتوا عاوزين مثلا ايه الجزيرة دي، مثلا نشيلها خالص، عايزين نعمل مثلا فيها مخزن، اي حاجة قولولي مثلا افكار، او اشيلها خالص بحيث برضو الشكل وكده. فيلا نسمي الله ونصلي على النبي. وما تنسوش انا فتحت حساب في كيك هنزل فيه ان شاء الله بثوث مباشره وانا بلعب ماينكرافت وفورتنايت وبابجي وبوي بلاي تايم، كل حاجه هلعبه ان شاء الله في كيك. وبرضه هنزله على يوتيوب بس مباشر عشان هيطلع معايا ناس وكده يعني. فدي يعني احلى حاجه يعني في كيك. خلينا نجمع. خلينا دلوقتي نجيب الحاجات الاساسيه، واللي هي نحلل خشب. يعني ايه؟ عايزين نحلل خشب بأكبر يعني أكبر إمكانية. يلا 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 يلا، عايزين مثلا حاجة يعني ستاك. ناخد ستاك كمان عشان يعني ممكن ما يكفيناش الستاك الواحد ونطلع. تمام. بصوا يا جدعان البيت هيكون ازاي كالآتي. بفكر البيت هيكون هنا في الحتة دي، بحيث برضه انا كسرت الحتة دي فهيكون هنا أحلى. تمام. فخلينا نبني البيت بتاعنا. هنبني بوابة. البيت هيكون مثلا هنا، فاحنا هنكسر دي وهنكسر دي بحيث ان يكون دي البوابة. هنكسر البلوكة دي، استنى معايا اصلا الاكس. تمام. يلا 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 يلا. نفس الكلام هيكون هنا كده، هنكسر هنا 4 بلوكات بحيث ان يكون مدخل، فاهمين قصدي؟ نفس الكلام هنا هيكون مثلا يعني. استنوا كده نشوف. تصدقوا نستعمل شافل، هعمل شافل بسرعة. هعمل شافل من الخشب عشان مجمعتش ستون يعني كتير. خلينا نعمل ستيكس. تمام. خلينا بقى نحط الستيكس هنا، نشيل الخشب نحط الشبكة كان من هنا وكانت الستيكس كده. تمام. أحلى شافل في بداية حلو. تمام. نقفل الصوت عشان الصوت مزعج في اللعبة بالمعنى الحرفي يعني. تمام. تمام. نكسر دي، نكسر دي، نكسر اللي هناك. انتوا فاهمين قصدي انا عايزة ابدأ ازاي؟ عايزة ابدأ يعني البيت عايزه يكون كل شوية بيتوسع. معرفش في تصميم كده في دماغي لو عملته البيت هيكون حلو، بس نشوف اصلا التصميم ده هينجح ولا لا. خلينا نروح هناك ونكسر البلوكتين دول. نفس الكلام بقى احنا ايه هنبدأ هنبدأ بقى كده نحط نكسر دي، نكسر دي، نكسر دي، نكسر دي، نكسر دي كمان.
معرفش برضه انتوا قولوا لي يعني ايه نصايحكم، يعني ابدا اعمل كده ولا لا؟ تمام تمام تمام. ان شاء الله البيت هيكون اسطوري. تمام. خلينا نكسر دي نكسر اللي في النص دي، بعد كده نكسر بقى كل اللي في النص عشان خلاص مش محتاجين، عشان هنحط بداله خشب. والبيت وطبعا جمعت كذا نوع من الخشب، يعني مش نوع واحد بس، عشان البيت يكون يعني شكله يبقى حلو، مش يكون مثلا ايه نوع مثلا معروف او كده، يعني مش قصدي، اقصد زي نوع الخشب مش عارف، فالبيت يعني ما يكونش نفس التصاميم مثلا اللي الناس بنيتها بالتصميم. تمام. هنلاقي يا لهوي على بجد اكبر مشكله عملتها ان انا بنيت فيها ميه، عارفه ان تحت كميه ديرت كبيره قوي. انا حرفيا بيت الخشب، يعني البيت بتاع قصدي الجبل هناك، 5 minutes later. انا اخترت لي حته كبيره. تمام، ده الستيك. نبدا بقى نبدا نشفت ونبدا نحط كده. انتوا فاهمين قصدي، عايزين نبدا ايه، نبني التصاميم دي. تمام، تصميم نهائي. هنا هنا الفيديو الجاي ان شاء الله ممكن يكون تكملة البيت، لان انا مش هقدر اعمل الفيديو كله، يعني مش هقدر اعمل البيت كله في فيديو. ممكن يبقى الفيديو الجاي تكملة البيت، او ممكن يبقى الفيديو الجاي هننزل كيف بقى عشان ندور على موارد بقى زي الحديد وكده، عشان نقدر نعمل ايه في الارض، لان انا الحمد لله من غير اي حاجة. فحرفيا انا لو في مثلا كليبر او كده دي، انا حرفيا هموت. احنا عشان كده عايزين بقى نتصرف ونعمل فوق الارض بسرعة، في نفس الوقت نعمل ادوات حديد بقى وكده ودايموند يعني لو لقينا وكل ده. تمام، نحط الخشب. هتكون دي الأرضية، يعني كمان على فكرة ده مش البيت، يعني لسه دي ممكن أرضية البيت، بس أنا لسه بعمل التخطيطات اللي بالي بحيث البيت هيكون شكله ازاي. طبعا التصميم أنا جايبه من النت عشان بس ايه، عشان ممكن يبقى في ناس تقول أنا سارقه وكده، التصميم ده مش سارقه، أنا جايبه من النت، واللي عمل البيت نزله للناس طريقة يعني البناء والناس ازاي تبني وكده. فأنا مش سارق، عشان بس الناس اللي هتقول أنت سارق. يلا يلا يلا، نكسر نكسر نكسر، نحط. كل بتتخيل ان احنا في الارضية بس، امال البيت كله هنبقى عاملين ازاي؟ يلا 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 يلا. المشكلة ان ماينكرافت جافا ما اقدرش اكسر من بعيد، بعكس البدروك اقدر اكسر، يعني اقدر اكسر من بعيد، او اقدر احط من بعيد كمان. اما الجافا العكس، لازم اكون قريب. تمام، نفتح الشيست. هننقي يعني خشب. فكر ان اللون ده هيبقى اشيك، اللون ده يعني لما يكون الحيطة هيكون شيك قوي، ولا ايه؟ بص بص، احنا اول حاجة هنعملها، ده اساسي، ان احنا هنكمل، احنا هنكمل احنا بقى عملنا ايه والداتا من الناحية دي، يبقى هي العكس. يعني ايه، هوريكم دلوقتي الطريقة اللي بتسمع، هيكون من العكس. لا هيكون كده عكس بلوك. تمام، وهنعمل نكمل بالخشب ده. تمام، يلا يلا الخشبية دي، يلا حطي، ونحط الخشباية الأخيرة. هنبدأ نعمل ايه بقى، احنا كده عملنا أساسيات البيت. طب بص، احنا دلوقتي نروح ننام عشان بالليل مبيبقاش يطلعش علينا، فيلا خش نام بسرعة، ننام دلوقتي، وغدا نروح نصنع أجمل بيت. يلا غدا نجيب سوا. تمام، نكمل بقى بنا. ندخل مين هنطلع بنك. طبعا المشكلة هطلع ازاي، لأن مشكلتي احنا مع النط
معرفش، فاستنوا احنا هنحط هنا خشبية ونطلع عليها، نطلع ونحط خشب. برضو دي مشكلة من مشكلة الجافا، يعني لازم احاول اتصرف، فاحنا مضطرين نعمل سلم. استنى نطلع هنا صح نسيت، يعني كنت بقول معرفش ايه. انا نحط بلوكة هنا، نحط بلوكة فوقيها، ونطلع على دي، نطلع على دي ونكمل بناء. تمام، اعتقد ان كده كويس قوي. 4 مش لازم 7 كده كده، احتمال اعيش في دور واحد بس، يعني مش هيبقى، يعني قصدي مش هيكون عايش شامع، يعني هو دور واحد بس. ممكن اعمل مقول. والجزيرة اللي هناك ممكن اعملها مخزن، يعني قولوا لي رأيكم، انتوا شايفين ممكن اعملها مخزن ولا لا؟ يلا، اسف على اللاج بس عشان فعلا في لاج جامد، بس ان شاء الله في المستقبل هجيب جهاز اقوى. تمام، نجيب بقى من الخشب العادي، نحط كل شوية بنسى حوار عشان كنت بلعب في تليفون، فبلعب النسخة اسمها ايه، كنت بلعب النسخة البدروك، فأنا متعود إن أنا أنط وأنا بعمل الحاجة، أما دي العكس فلازم أكون مركز وكده. طب دي آخر واحدة، دي لازم أطلع، المشكلة لو طلعت مش هعرف أكمل. مش هنعرف، يبقى احنا هنعمل كده. تمام، نطلع كده، نعمله سلم، ونحط آخر خشب. حلو أوي، ونفس الكلام هنكسر كده، ونعمل نفس الكلام أو نفس الطريقة هنا، إن أنا هجيب الخشب العادي وأطلع. طب مشكلتي مش هعرف أتعامل معاها كده، يعني نحط هنا خشبية عادي، وأروح هناك وأحط دي وأطلع السلم ونعمل تصميمنا. إن شاء الله البيت هيكون خرافي. تمام، نعمل كده، نفس الكلام احنا ممكن نعمله هناك. تمام، لا، أنا عملت غلط كبير، أكسر من بيكاكس. تمام، أنا عملت غلط كبير، بس هيبقى بقى التصميم العكس. بس الحاجات دي هيكون بقى من هنا، يعني انتوا فاهمين قصدي، هيكون بقى البناء تكملته من هنا. بس دلوقتي اهو احنا عاوزين نعمل سلم، لان فعلا ما ينفعش كده خالص، لان انا حاسه ان انا مزنوق وانا بعمل السلم. تمام، يعني انتوا الزله دي نقطة ما تعملوا يا عم وخلاص، لا. تمام تمام، نكسر البلوك. كنت فين الاكس، نسيت. نكسر دي، طب دي، نكسر دي. ايه ده، ازاي عرفت انا لسه عامل؟ هي اللعبة باظت ولا ايه؟
تمام. مش هنعرف، يبقى لازم كده. ايه ده، انا عملت حاجة غلط ولا المفروض التصميم صح؟ استنى نطلع كده قدام. لا، لا غلط، كنت قصدي صح، هطلع اكسب بالكنفوط. الكنفوط دي محتاجة كده، محتاجة كده. اه صح، يا لا والله العظيم مش متعود. نكس، نكسر ده، نكسر ده، ونكسر الخشبية دي، ونكمل بذرتنا. تمام. تمام، يعني هنحط الخشبية. تمام، نطلع من هنا بلوكة، ونروح هنا. ونكسر. يا أو أنا ليه كل شوية بختار بإكس؟ حضرتك دي محتاجة إكس. تمام، حلو أوي كبداية. بفكر بقى إن أنا هعمل كده، أبدأ أكبر، أبدأ أعمل التصميم ده بدل وجع الدماغ ده كله. أطلع بلوكتين وبعد كده أطلع فوق وأحط بقى اللي أنا عايزه. فاهمين قصدي؟ نطلع. تمام. ده كده بس هيكون بسيط، مش اللي هو كبير قوي، لاني مش عايز بيت كبير، انا هبقى لوحدي في السيرفر. ممكن بقى في المستقبل بقى ابقى عايز مثلا بيت من الحديد او من الطوب، يعني لسه في المستقبل. اما احنا في يعتبر في الحلقة التانية من ماينكرافت، فعشان كده اصلا تجميع الخشب ده لوحده صعب، لان كمان أنا لسه يعني لسه مبتدئ. يعني واحد بيلعب ميدروك وفجأة انا قلبي يشوفها. فالدنيا يعني اللي هي متعلقة بروح الكوها بالجوف. انا على فكرة ابقى بنط وهي بتعمل بس انا مش عارف اعملها، يعني ممكن. فيعني هشوف، احط دي هنا عشان نطلع. انا عمالة انط ليه؟ تمام. نطلع لنا بقى بلوكتين من هنا تصدقوا انا محتاج خشب. هروح اجيب استاك بسرعة من هنا من الصندوق. تمام، افتح الصندوق، نجيب لنا ستاك. ستاك، يعني نجيب ستاكين. تمام، ونروح لبيتنا المتواضع. تمام، نحط الخشبية هنا، نرجع ورا. هنا كده. تمام، نحطه هنا، نرجع بقى بلوكتين من هنا، نطلع قدام بس طبقة. بعد كده هنعمل هنا، نحط بلوكة 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 بلوكة، بحيث إن احنا هننجز. نطلع. بعد كده بقى أنا في كده حاجة في دماغي تتوقبط يعني، استنى. يعني تمام ضبطت. يعني نعمل كده، نطلع بلوكتين، نطلع بلوكتين. تمام.
حلو اوي. كده احنا نكون عملنا الحيطة، بس ناقص حاجة واحدة بس، هو ده هيتحط كده. تمام، هيكون برضو نفس الكلام فوق. تمام بالمنظر ده كده. ده طبعا نهاية. ده سهل. نكسر بس البلوكة دي عشان نبوظها الشكل، او لا نسيبها عشان احنا لما نطلع تاني. تمام. بس طبعا لو كنا عملت زي جسر هناك عشان اعرف اتعامل يعني وانا